السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا في نعمه والحمد لله. نقول لكم جمعه مباركه. واليوم جبت لكم هاد الوصفه واش نحكي لكم. وصفه الغريبيه بالجلجلان سهله التحضير بنينه. لاباط تاعها تتفتت وحدها وبمقادير موجوده في كل بيت ونوجدوها في 5 دقائق. قبل من هذا ما تنساونيش باللايكات تاعكم، الانضمام الى القناه ومشاركه الفيديو مباشره. لطريقه التحضير نحتاج الزبده، نحتاج الفارينه، سكر غلاس، البيض، نسحقوا غير الصفار، الزيت، المايزينا، لافاني والخميرة الحلويات. وكما العادة راح تصيبوا كامل المقادير في صندوق الوصف بالتفصيل. نروحوا لطريقة التحضير. الحاجة الأولى نحكم الزبدة ديالي ولا المارغرين نديرها اون بوماد. دوكا هي راهي بحرارة الغرفة، كم رانا في البرد راكو عارفين ميم في البرد تقعد جامدة. دونك نحلها قبل شوية بلا سباتول بيدي. ومن بعد نضيف لها كي تولي لي اون بوماد نضيف لها السكر، سكر غلاس، ولا فاني. بون انا ما كانش عندي لافاني في الدار، درت غير سكر فاني يعني صافي على فير. ونبدا ندخل مليح هذاك السكر ديالي مع الزبده حتى تولي لي اون بوماد. بعد نضيفو الزيت ونخلط. يعني كل ما نزيد انغريديون بيان سور نبقى نخلط. تقدري تخدمي بيدك، تقدري تخدميها بالبيتران بهذاك لوكا، ولا تخدميها بلا سباتول كيما درتها انايا. بعد ما ضفت الزيت تاعي نبقى نخلط مليح حتى ما يكونوش عندي دوك حبيبات تاع الزبده وكاع المقادير تتجانس مع بعضها. نروح نزيد هذيك الصفار تاع حبه بيض والبايض كنت حطيته بجهه نسحقوه في التزيين. كي نكمل مع الصفار نزيد لها المايزينا ونخلط. هي شوفوا تقدروا ديروا كامل المقادير ابار الفارينه ولا لوفور، تخلطوهم مليح حتى تحصلوا على كيما نقولوا خليط يكون بوماد، يكون بزاف هشيش. تما نزيدوا الفارينه تاعنا ولا لوفور اللي هي وحده. ندخل الفارينه مليح معاها وما نعجنهاش، ما نعجنش، ما يليقش تتعجن. دونك ندخلها غير بشويه حتى نتحصل على عجينه متواسكه. والعجينه تاعها راح تكون بزاف طريه وخفيفه، ديجا في يدك تحسيها بلي راهي خفيفه. انا هنايا حبست باسكو بني ولات شويه ثقيله، حبست بلا سباتول وكملتها بيدي. دونك كنت مدخله ديجا، دونك كان خاصها غير شويه، لميتها بيدي ونتحصلوا على عجينه هشيشه بزاف. كي ترفديها في يدك تحسيها بلي راهي خفيفه. ومام هاد لا غوسيت البنات تقدروا ديروها كمشروع فريمون، زعما غير مكلفه وتخرج لكم بزاف. كملت مع العجين ديالي. هاي ليك العجينه اللي تحصلت عليها. اني نعطيكم التفصيل الممل، سي شاك فوا شاك غوسيت نعطيكم تفصيل ممل باش ما تغلطوش في الوصفه. نديرهم كويرات. انا وزنتهم درتهم 30 غرام الحبه، خرجت لي واحد 25 26 حبه. نجيبوا داك البيض اللي كنا حاطيناه من الاول مع شويه تاع الجلجلان يكون ابيض. نديرو غير لا سيرفاس تاعها باسكو من تحت الجلجلان كي يطيب شتوها يبدا يطير. دونك باش ما نضيعوش الجلجلان تاعنا نديرو غير لا سيرفاس تاعها غير من الفوق. ندخلوها في بيض البيض ومن بعد نرمدوها في الجلجلان ونعمروها في لو بلا تاعي. وهنا راني درت الكوشه تاعي تسخن لي من تحت. انا عندي كوشه تاع النار. كي نستفوها في السنيوه ما نستفوهاش متقاربه باسكو هي رايحه طيح شويه باش ما تلصقليش الحبه مع خدها. كملت الحبه الاخرانيه. انا طيبت هاد السنيوه كانوا باقيين لي حبيبات كملت طيبهم وحدها. هنا كي تشوفوها بدات تتشقق شوفوا شحال جات شابه. تما نشعلها من الفوق باش نحمرها شويه. كانت هذه الوصفه تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله انها تكون عجبتكم ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. ونقول لكم بقاو على خير وجمعه مباركه.